يا شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. هنا ما عندنا شيء. اوكي، راح اليوم نتمرن تمرين سيقان خلفي وجلوتس مؤخره. هاي احد الشغلات اللي اني لازم اشتغل عليها بشكل اكثر. قيانا كم؟ وانت شي؟ باش داس خوش سباس. ف راح نتمرن سيقان خلفي مؤخره همينه، واكيد دائما اني ويا الرجل العاب الكالف. راح احكي لكم على السبلت مالتي اللي هي يعني طريقه تمريني خلال الاسبوع، كم يوم اتمرن والى اخره. خلينا ناخذ الحزام. هنا راح يكون عندنا ديد ليفت روماني راح نتعب بيه. واليوم عندنا الهيفي داي، اليوم التكرارات قليله والاوزان راح تكون عاليه. هسه راح افهمكم شنو نوع التمرين مالتي حاليا. شباب قام يعني باش وصلت شلونه؟ السلام عليكم خاتم باشيت. استاذ زيان السلام عليكم. طبعا احنا حاليا قاعه لوكس بالسليمانيه. اني لازم الاداره مال هالقاعه صار تقريبا 5 اشهر والحمد لله والشكر الامور كلها تمام. من الشغلات اللي غيرتها وقت تمريني قمت اسويه الصبح، لانه دا اتدمر بالليل كلش دا اتعب. وهوايه لاعبين مثلا يناسبهم الليل كلش يرتاحون به. اني بالعكس الظهر الصبح هوايه يكون افضل، مو فقط على مود قوتي جسدي قوتي وتركيزي بالتمرين، وانما تركيزي في امور اخرى يختلف. تفهمني؟ احب اكمل تمرين اكمل شغل، اقعد الصبح اسوي بعض الامور، اسوي لي بلاننج مالتي، ورا اجي القاعه اتمرن كارديو مالتي خطواتي. هسه انا اوريدي مخلص 6000 خطوه وراح اتمرن وراح اسوي الكارديو مالتي، وراه يبقى لي اليوم كله اسوي به اموري الاخرى. مثل ما تعرفون عندي المطعم، عندي محل مكملات، عندي لينكس، وعندي بيجاتي وهاي الامور. فشغل هوايه، هوايه تركيز كلش هوايه. ولكن التمرين هو بالنسبه لي مو اهم من هاي كلها، ولكن هو المحرك ما ذني كلهن احتاجه كلش على مود اقدر اركز بذني الامور، الطاقه السلبيه كلها تطلع. فبالنسبه لتمريني حاليا، تمريني انا ايش دا اسوي؟ عندي تمرين الكوادز اللي هي العضله الاماميه يوم، وعندي طبعا الكوادز ويا الكالف ويا عضله السمانه. وراها عندي اليوم اللي وراه يكون عندي البوش اللي هو صدر اكتاف ترايسبس، وعندي تمرين واحد بايسبس. اشرح لكم على هاي التفاصيل بعدين. ايضا عندي وراها استراحه، يعني يومين اتمرن، ثالث استراحه. رابع يوم راح يكون عندي البول اللي هو شنو السحب، تمارين الظهر، شويه اكتاف خلفيه، وايضا بايسبس. وراها يكون عندي الهامسترنج اللي هي عضلات السيقان الخلفيه اللي هي اليوم، وراها ارتاح. فبهذا الشكل. طبعا توزيع التمارين يكون كلش مختلف حسب ضعف العضله، وين تريد تكبر، وين تريد تزيد، وين تريد تزيد تفاصيل، وين تريد كل هاي الامور. مثلا الترايسس مالتي كلش قوي، انا عندي يمكن بالاسبوع 10 سيتات 8 سيتات ما هوايه. ولكن البايسبس مالتي قوي، ولكن لان التراي مالتي مو كلش قوي، فالباي راد له شغل اكثر. عم بالسايد تشست يبين اكثر، يبين احلى، يبين تكويره اكثر، وحجمه اوفرول يبين احلى. لانه هاي من اضرب دبل كلش حلو، ولكن من اخذ السايد تشست كلش حلو، ولكن اريده يهيمن على، لان هو بالاخير السايد تشست الحكام دا يبيعون على صدرك، على ايدك، على شكو شيء من الجانب، وانت تقلص السايد تشيست. واحنا مع الاسف باللعبه مالتنا مال الكلاسيك فيزيك ما عندنا السايد ترايسبس اللي هو احد اقوى البوزات اللي عندي. هذا السبب اني بين البوزات دائما مثلا من اسوي السايد تشيست اكمل اضرب مثلا ترايسبس بس هيك، اخلي الحكام يشوفون التراي مالتي شلونه، لانه من اقوى البوزات عندي، احد اقوى البوزات. شيء اخر، التمرين مالتي حاليا شنو؟ عندي مثلا هذا اللي حكيت لكم اياه عليه الاربع ايام مال التمرين. عندي مثلا اول فره اخذهم كلهن عندي لايت يسموه، مثلا تكراراتي بين ال 15 ل 20 اكو 25. وراها من اخلص هاي الفره مثلا على المره الجايه
على ثاني مره من اتمرن مثلا خلينا نقول رجل، حيكون عندي ميديوم اللي يكون شويه التكرارات بين ال 12 10 12 15 بهذا الرينج، والاوزان تكون متوسطه. وعندك الهيفي اللي هو الوزن الثقيل، من اجي ثالث مره على التمرين هذا راح يكون التكرارات مالته خلينا نقول 8 6 بالزايد 10، والسيرات مالته تكون اقل، فلازم احنا نروح باوزان كلش عاليه. فاليوم انا عندي الهيفي. اول شيء راح اسوي احماء انتم تسموه الباك ارج اللي هو الهايبر باك اكستنشن، بدون وزن راح اسويه ايش قد ما اقدر في 20 30 40 تكرار، وراح احاول اركز بشكل اساسي على السيقان الخلفي والمؤخره. وهسه راح اشوفكم شلون، لان هوايه ناس يعتقدون هذا التمرين فقط للاسفل الظهر، ولكن هو يشمل السيقان الخلفي ويشمل المؤخره ويشمل اللور باك اللي هو اسفل الظهر. كل ما نزلته كل ما النقطه صارت اقل جوه، كل ما الضغط راح يكون اكبر على العضلات اللي ذكرتها. هسه حاليا راح احاول اشغل كل شيء من اصعد للاخير على مود اشغل حتى اللور باك. بس بعدين من ابدي بالتمرين راح اشغل فقط احاول اركز اكثر على المؤخره على السيقان الخلفيه. رجلي مثل ما تشوفون خالها للخارج بهالاتجاه شويه، تريحني اكثر في الضغط على المؤخره. بالمناسبة المؤخرة من أحد أكبر العضلات الموجودة بالجسم، وشوف هواية لاعبين يهملوها. أنت تلاحظ كريس بامستيد المؤخرة مالته جدا كبيرة ومنطقة جمالية كلش الجلوتس على الستيج، مقارنة إذا تشوف البطولة اللي فاتت ويا ريمون دينو من الخلف ومن الجانب كان كريس مدمرة، وبالذات بالهامسترنج والجلوتس. فمهم جدا انت تسيطر على هاي. واكو لاعب اسمه كريزو نزل بالاوبن ديفيجن، روسي يخبل جسمه، اخذ اعتقد 10 او 11. مؤخرته كلش صغيره، من يرجع يضرب دبل بايسبس خلفي تحس اكو شيء غلط. فاهتموا بالجلوت لان هي اكبر عضلات الجسم وراح تفيدك كلش. هي العضله الاساسيه المساعده في تمارين السكوات، في التمارين الحره للساق، فراح تعطيك جماليه كلش حلوه بالرجل، كلش عاليه. لا هذا تمرين خلينا نقول مثل الاحماء او لتنشيط العضلات، فهم نروح بيه باوزان بس مو كلش عاليه. وراح احاول اسوي 12 تكرار، لان 8 تكرارات كلش قليله على هذا النوع من التمارين. حال مثلا السمانه، عضله الكارف. انزل للاخير بهذا الشكل واصعد لهنا كافي. 1 ثبت فوق شويه، انزل قد ما تقدر على مود تسوي استطاله للعضله الخلفيه، وفوق خلص قد ما تقدر على مود تشد على المؤخره. هسه خلصت التمرين الاول، ندخل بالتمرين الثاني اللي هو الار دي ال رومانيان ديد ليفت. راح نسوي بالشفت، هو مكتوب لي بدون بلص، ولكن بما ان اليوم الوزن ثقيل فال 50 كيلو اكثر شيء عندنا هنا، فما يفيدني هوايه. فاني احب اقدر بهذا التمرين اروح اوزان عاليه، فحنسوي احماء حاليا بال 100 كيلو
هو الحمام مو انه اروح 20 و30 تكرار، لا، بس شوف وضعي شلونه. طبعا نلبس حزام هذا التمرين لانه المركز مال التمرين يضغط بشكل كبير على اللور باك. طبعا ذني انا هوايه استخدمهن بالذات تمارين السحب. تقلل الضغط على الجريب مالتك. الجريب مالتي قويه ولكن تقلل الضغط عليها. هاي البارحه دا اسوي اكل وقصيت اللحم، فهاي احد اسوء همينه، بدي اقلل الضغط على الجريب على المسكه. فخلي نروح نشوف وضعنا شلونه، وراها نبدي نزيد. لان ما عندنا هوايه سيتات، عندي فقط سيتين، حتى بالتمرين الاول كان فقط سيتين. فهاي السيتين لازم تكون جدا جدا مضبوطه ومتقنه من كل النواحي. نقول بسم الله. الوزن كان سهل. نقدر نبدي اول شيء اخلي فد 20 فوقها 10 من كل جهه، لو خلي 20 له، خلي 20 له، يعني هي 6 الى 8 تكرار فد. فوق 20 نرتاح شويه هسه. ولكن بالرجل هاي الراحه مالتي، لان ضغط الدم يصير هوايه جوه اسفل الظهر، هوايه يتعب ويصير ضغط على العمود الفقري، ما ترتاح بمشيتك، ما ترتاح بتمرينك. من تسوي هيك الضغط كله يقل، ماشي، والقلب يرتاح لانه دا تساعده في ارجاع الدم لفوق. قبل ما نبدي بالسيت اريد اعلمكم شلون تستخدمون هذا اللي لا اوكي. قبل ما نبدي بالسيت اريد اعلمكم شلون تستخدمون هذا الاختراع العظيم، لان كلش مهم، بالذات الاشخاص اللي يقدرون يدفعون وزن كل شويه، يسحبون وزن كل شويه، ولكن القبضه مالتهم ما تساعد. انا القبضه مالتي زينه، لان عمري كله تقريبا اتمرن بدون لا جفوف ولا شيء، مثل ما اشوف متدمره ايدي، وهذا انا احبه واحسه علامه فخر. ولكن بالتمارين مثل السحب مال ديد ليفت، مال سحب باك اعلى، عقله والى اخره، سحب تاك دمبلص، احب استخدم هذا. ولكن اشوف هواي لاعبين يستخدموه غلط. تقرب لي من تخلي بالعكس هذا لي ورا بهذا الشكل، وبعدين تفره وتحاول تشده قدر المستطاع بحيث تشوف ما بي مجال بعد يكون، بحيث اني هسه اقدر ارخي ايدي بس اثبته باصبعين الاثنين وهم اقدر اشيل الوزن. الثاني نفس الطريقه، تفره شويه صعبه الى ما تتعلم انه بتكيل تسوي، ولكن راح تضبطه بعدين بكل سهوله وكلش راح تستفاد منه. يلا خلينا نبلش. هسه هذا اول سيت انه يسموه الوركينج سيت، يعني ذاك اللي سويته قبل شويه كان مجرد احماء، ودا اشوف وضعي شلونه من ناحيه القوه، من ناحيه التركيز، اضبط وضعي، افهم العضله. انا راح اتمرن هذا التمرين، استعدي. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. Come on. One more. 1. Give me one more. Good. النزول بهذا التمرين تقدر تنزل كامل، ولكن علميا انت تنزل جوا الركبه، اشتغل عندك
تنزل لهنا، يشتغل عندك المؤخره ويشتغل عندك الهامستريك، تصعد قلص كامل كلش كافي. تريد تنزل زايد مو مشكله، لكن اسفل الظهر يشتغل اكثر. طبعا خلال التمرين احاول اشرب اكبر كميه ممكن من المي. انا يعني بالذات اقدر الصبح الى حد الظهر العصر اشرب هوايه مي، اقدر بالليل اجبر نفسي، ولكن ارتاح اكثر اذا هاي الفتره، لان بالليل تعرف كل ساعه تقوم للتواليت والامور شويه مزعج. فالصبح الى حد ما اجي القاعه شارب لي فد لترتين ونص 3 خلال التمرين، فد لتر ونص لترتين. طبعا لليل لتر ونص لترتين. حاليا نوصل المي 6-7 لترات، مرات حتى 8 على مود، لين ورا البطوله انت جسمك شويه بده يحبس سوائل، فعلى مود تطرد هاي السوائل تنطي صوديوم كافي جسمك معتدل. حاليا داخل 12 جرام، مو صوديوم اقصد ملح، سولت، ومي هوايه، على مود الجسم ما يخاف يقول هذا والله ما يشرب مي وما اعرف ايش خليه احبس كل شيء، لا نقول له نظف 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 نظف، على مود كله ينزل وما يصير عندك ووتر ريتنشن. هسه عندنا كير سيقان خلفي، همي انا سيتين الى 3. حنروح اول سيت شويه احماء فقط نضبط التكنيك، نقول للعضله احنا ايش نسوي، وراها نبلش بالوركينج سيت. مهم جدا من تقعد شلون تقعد انت بالسياره، رتب الكوشن مال السياره يا حي، ما ترهم انت طولك مترتين وتصعد بسياره مال صريخك طوله 1.70 وهيش تقعد، ايش راح تسوي؟ قبل راح ترجع الكرسي شويه، تعدل يعني وضعيه السياقه مالتك عمود ترتاح، ورا تبلش بالتمرين. بعد اهم لان احنا نحرك عضلات، فاذا التكنيك مالتك ما مرتاح بيه واكو فد نوع من الانزعاج، هذا الشيء راح ياثر هوايه على المفاصل مالتك. فهسه اني هذا قدمته، نقعد لازم هاي تكون على قريبه على الكاحل مالتي من ورا فوق شويه. هذا من انزله لازم ما يكون على الركبه، هسه شويه يضغط على الركبه، فمعناته لازم شويه اقدم هذا بعد. فهسه قدمته لان هذا اريد ينزل هنا بعيد على الركبه. نقول بسم الله، نصل على كيفنا مثل ما قلت لكم، هذا احماء. والله تمام. نقدر تقريبا نفوله. شوي ننطيها استطالة لان هاي من ترجع تصعد على مود ما تصير حركة مفاجئة على المفصل والأربطة. نقول بسم الله، نبلش يا رب. من ارقى الاجهزه اللي شفتها هذا للسيقان الخلفي هو هذا، لانه يثبت الجسم بطريقه كلش حلوه. حيكون عندنا من 8 الى 10 تكرارات، ولكن لازم نسيطر عليها. يا رب بسم الله. ثمانية كان جيد. شوي نسوي استطالة. بشكل أساسي على المؤخرة الجلوتس. أنا ما أسوي بالشفت لأنه مزعج، لازم أحد وياك، والجهاز ما عندي بالقاعة، فلأي شخص
يريد يتمرن هذا التمرين. أنا هواية حاكي على أهمية عضلة الجلوتس في البالانس مال جسمك بشكل عام، كلش مهمة، وتعتبر مرة أخرى أقول لكم من أكبر عضلات الجسم، فلازم تهتم بيها. لازم الجلوتس مو معناته بس بنية تتمرن. المهم حيكون عندنا الكل بكل القاعات موجود، الكلاسيقان جالس الأمامي. شنو نسوي؟ هسه أنا مثلا أفول الوزن، راح أقعد بهذا الشكل، أفوت هنا أنا بهذا الشكل، راح أحاول أنزل عليه بالمدى اللي أنا أريده. طبعا القياسات تاخذها حسب اللي أنت تقدر عليه. تقدم رجلك للأمام، تكون رجل مالتك شوية للخارج بهذا الشكل، تبدي منه تصعد للأخير. نزول على كيفك، تنزل إلى مرحلة بحيث الركبة مدى ترجع لهنا، لأنه هنا ما راح يصير ضغط على المؤخرة. فمنا نبدي، منا نصعد. بما أنه هذا الوزن مفولاني ما أقدر أزيده أكثر، فأحاول أركز أكثر، أنزل أخف وشوية أثبت فوق، وإذا ما حسيت بالعشر تكرارات أزيد التكرار شوية شوية. أنت راح تفتهم جسمك شنو يريد. كملت، النزول مالتك راح يكون زحفا، وراها تصعد. هسه عندنا كاسيقان خلفي واقف تاك، شويه جسمي يحتر. بالمناسبه الملابس اكيد راح تسالون عليها، هواي سالتوا عليها. هاي من لينكس، متجر خاص بالملابس الرياضيه عاليه الجوده. والخبر الاحلى الميلادي كان 4/2، فمسوي خصم لهذا الاسبوع. على القطعه الواحده يصير 10%، على القطعتين يصير 15، وثلاث قطع يصير 25. يعني اذا انت تاخذ 3 قطع مثلا خلينا نقول ب 100,000، 4 قطع 5 قطع، شو قد صارت 100,000؟ 25,000 تكون ديسكاونت. طبعا التوصيل موجود لكل محافظات العراق، وجوا بالديسكربشن بالوصف خلي لكم اللينك مال الانستغرام، لان صفحتنا حاليا فقط بالانستغرام. ساعات هذا الجو اللابسه همينه من لينكس. يعني والله الكواليتي ما اسولف لكم عليها، هي واضحه. هذا فيديو اذا تشوفوني ودا اتمرن به كلش يقعد حلو على الجسم. فلو تلحقون لو ما تلحقون، لان الخصم صار له اوريدي 2-3 بادي، اليوم 7 بالشهر. بسم الله يا رب. عندنا 10 تكرارات. 1 7 8 9 10. همينا فقط سيتين. هذا السيت الأول، تركيز. شاف 4 5 6 7 8 9. بعد نسيت. هسه عندنا نفس المشكلة هنا. أنا مفول الوزن والتكرارات المكتوبة لي فقط 10، بما انه هو الهيفي داي، فما راح اقدر اسوي هذا الشيء. بهذا الفول اقدر اروح 20 تكرار وكلش مركز ومرتاح. فنسوي تكرارات ازيد ونركز اكثر بالنزول والى اخره. ياك
3. هسه هاي التمارين مهمة جدا. هسه بالسايد تشيست من تضرب السايد تشيست على الستيج، هاي العضلة كلش تسوي فرق. العضلة اللي هنا تصير بين المؤخرة وبين الكوادز تشتغل بشكل اساسي. هاي التمرين هم على المؤخرة ولكن بشكل اساسي على العضلة اللي فوق. بالتنشيف تلعب دور كلش حلو. اذا شفتوني على الستيج كانت عندي، ولكن اريد اكبرها واكبرها اكثر. اذا ملاحظين كريس بومستيد عنده بشكل كلش حلو كل تقريبا التوب 5 بمستوى اولمبي الكلاسيك عندهم اياها. اذا انت تريد تصير الافضل فلازم تركز بابسط التفاصيل، لان انت تريد تخلي ستاندرد جديد للعبه. فشلون تريد تصير المهيمن وانت اكو شغلات مشربتها. وهسه سويت الكالف وليس جولف. كالف اللي هي السمانه بالعربي، ما اعرف ليش سموه جولف. والحاصل سويت تقريبا 6-7 سيتات وزن عالي. احب اسوي بالهاك سكوات، الجهاز اللي هي صاير نزول كامل صعود كامل. وايضا سويت تقريبا 6 سيتات ضغط معدة بالجهاز بوزن ثقيل. وهذا هو. هسه عندي كارديو 30 دقيقة جبلي فول، اسوي 15 انكلاين واسوي السرعة مالته تكون 4. وهذا هو. هسه خليني اشوفكم وضع الرجل شلونها، واكو كم شغلة اقول لكم عليها بنهاية الفيديو. شيء كلش مهم واحتاجه منكم، انا الفترة هاي كلش اركز على اليوتيوب. كاميرتي دائما وياي مثل ما تشوفون. هاي خلال اسبوع نزلت فيديوين وهذا الثالث. فبالتعليقات خلوا لي شنو المواضيع اللي تحبوني احكي بيها، لان كلش عاجبني اوصل صوتي بشكل افضل وبشكل اطول. بالمواقع التواصل الاجتماعي الاخرى الوقت قليل، ما اقدر اعبر به عن عندي وما اقدر اوصل المعلومه بشكل كامل. فلهذا السبب راح اركز بشكل كبير على اليوتيوب. اكتبوا لي الشغلات اللي تحبون اتطرق لها بالتعليقات جوا. انا ببالي اسوي سؤال وجواب، فقره سؤال وجواب، اكون قاعد واجاوب على اسئلتكم اللي راح تخلوا لي اياها. وايضا عاجبني اسوي فيديو احكي به عن الوجبات مالتي حاليا والتفاصيل مالتها والمكملات والى اخره. وايضا الفيديو ما ناسي وايد تسالوني عليه، الفيديو مال المنشطات وشلون استخدمتها وشنو اللي استخدمته وشنو سويته وشنو المشاكل وشلون قللت الاضرار والى اخره، كل هاي التفاصيل. فكل هاي ببالي، ولكن هذا الفيديو اريد اسويه بشكل كلش احترافي، يراد له اديت، يراد له ترتيب، يراد له الصور، الداتا كلها داخل فيديو محترم. وارجع اقول انا ضد الهرمون بشكل كامل، والاسباب ذكرتها بفيديو سويته قبل 2 أو 3. روحوا شوفوه بالصفحه، خليته انا هسه بنهايه الفيديو لازم تشوفوه، كلش مهم. يعني شكو حكايه بعقلي عندي قلتها، فلازم تشوفوه ولكن اللي سويته هم لازم اعكس لكم اياه، عم اشوفكم النتائج وشنو سويت وشنو ما سويت والاضرار والى اخره، عسى ولعل اقدر افيدكم. اكون ممنون جدا اذا تساعدوني في تكبير هذا البيج عن طريق تفاعلكم، لايكاتكم، اشتراكاتكم وتعليقاتكم. شكرا لكم واتمنى لكم حياة مليانة سعادة وامل وقوة. ودائما تذكروا انتم اقوى من الظروف. علي غازلان.